ان شاء الله تكونوا كامل لاباس واموركم بخير. عاده الناس اللي تتصل باش تساعد حالات اجتماعيه كما شهره وغيرها يكونوا الناس اللي الحمد لله لاباس بهم، ميسورين الحال، وربي عطى لهم الحنانه والرقه هذيك في قلبهم. لكن الغريب اللي صرا بعد القصه تاع شهره انه وصلوني بزاف اتصالات ورسائل من عند ناس بساطه، ناس بساطه بزاف، يعني يا ربي قيسهم وقيس روحهم، ومع ذلك عيطوا ويقول لك حابين نعاونوا شهره باش القليل يقدرنا ربي. كيما اتصل واحد قال لي وحده قالت لي راح نعاونها، قالت لي عطيني السي سي بي تاعها، قالت لي نعاونها باش يقدرني ربي، قالت لي نبعث لها 100,000، هذا واش عندي راح نبعثها لها. يعني ما تقدروش تتخيلوا حجم الطيبه اللي كاين في هذه الانسانه اللي 100,000 خمت تحوس على السي سي بي باش تبعثها. يعني تخيلوا هذاك واش عطاها ربي، عرفوا بلي راهي سوا راهي قيس وحبت تقاسمها مع شهره. وبزاف ناس كيما هاد السيده قليله بزاف بصح نويت مع ربي اني نتقاسمها مع شهره. شوفوا حجم الطيبه اللي عند الناس. اتصلت بيا وحده قالت لي، بعثت لي رساله قالت لي انه انا اونفون اكس رباوني والديا اللي انا ماشي بنتهم هما رباوني، وكي توفاو خلاو لي دار. اذا شهرت تبرى من الادمان تاعها، انا مستعده تجي تعيش معايا في الدار ونعيشوا رانا خيات. شوفوا حجم الطيبه يا سبحان الله. وكاين بزاف ناس بساطة أكثر مما تتخيلوا، ومع ذلك عيطوا باش يعاونوا شهرة. فنظن باللي هذه القصة لازم تعطينا أولا العبرة، وثانيا لازم تشجعنا باش نبادر روحنا تاني. اللي يشوف حاجة قليلة في نظره حاجة كبيرة في نظر إنسان واحد آخر، وكي تبدا تخمم انت دير الخير ربي راح يفتحها عليك، وراح تلقى روحك في كل مرة ربي يوفقك باش دير الخير أكثر وأكثر. فحبيت نحكي لكم برك هذه الحكاية اليوم صباح باش نزرعوا شويه ابتسامه. مانيش حابب تربط اسمي دائما بالبكاء والدموع، لانه لا، زراعه الامل اهم بكثير من انه نخليو الناس يهبطوا دموعهم. فنقول لكم نهاركم زين، جمعه مباركه وسلام.